ما شافوش حصار المحاكم بعشرات الآلاف من أحزاب بعينها لإجبار القضاة على إصدار أحكام معينة لصالح فريق سياسي معين. ما شافوش إرهاب القضاة وترويعهم والاعتداء عليهم. أليس هذا بجديد في سماء العدالة مصر؟ أليس هذا كان يستوجب أن يتدخل المشرع الدستوري بنصوص تحمي العدل ورجاله داخل محاكمهم، بدلا من هذا التآمر المكشوف الرخيص؟ تجتمعوا على رجل. أصدقتم أنفسكم كذبا أن وجود النائب العام يعيق العدالة؟ كذبتم وصدقتم أنفسكم إن النائب العام ورجال النيابة العامة حققوا ملحمة بطولية رائعة من أصغر معاون النيابة حتى النائب العام. نخش على المواد الخاصة بالسلطة القضائية. حاضر هنتكلم في كل النيابة المدنية عن أخطر ما في الباب. دعونا نتفق أو نختلف حول ما ورد من انتقاص من الضمانات في باب السلطة القضائية. أما ثالثة الأسافي كما يقولون هو ما ورد في المادة، يقول لك القضاء العادي، المادة 178 بيقول لك تتولى النيابة العامة للدعاء العام. يعني ببساطة شديدة النيابة العامة تترك سلطة التحقيق، وما دام تترك سلطة التحقيق حتى ما قالوش تبقى لمين. يمكن تستكمل حلقات ما في أذهانهم بأنه ياخدوا بنظام الدول التي تعطي الشرطة حق التحقيق، وتبقى الشرطة عندنا بأمر من وزير الداخلية أو وزير العدل هي اللي تحقق وهي اللي تضبط وهي التي تفتش إلى آخره. احنا مصممين على انه هذا العبث يرفع فورا من هذه المسودة. ستظل النيابة العامة بسلطانها تضبط وتعطي أذون التفتيش وتحقق وتحيل أو تقرر بألا وجه أو تحفظ. وأحمد لمعالي المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه أصدر بيانا بالأمس وجهه إلى رئيس اللجنة التأسيسية نعى فيه على توجه اللجنة وقرر بالحرف الواحد أن الدفع بنظام قاضي إلى نظام قاضي التحقيق في هذه الأيام أمر لا يصب في خانة المصلحة العامة، وأننا لابد أن نتريث في هذا الأمر، ولتبقى النيابة العامة بسلطاتها كاملة في هذه الآونة. هذا عود للحق، والعود للحق فضيلة.